final 3 5-minute rounds in the featherweight division. Introducing first the fighter on my left, fighting out of the blue corner. He is a freestyle fighter, standing 5 foot 8 inches tall, weighing in at 66 kilos. His record, 11 wins and 3 defeats. Fighting at Heredia, Costa Rica, Walter Burro Zamora. And now his opponent, standing across the cage and fighting out of the red corner. He is a combat sambo specialist, standing 5 foot 8 inches tall, weighing in at 65.9 kilos. His record, 16 wins, only 3 defeats. Fighting out of Dushanbe, Tajikistan, Muin Tajik Gathura. طبعا شاركنا البوث اليوم التنفيذي لبام سبورتس. شو اللي صار فؤاد قبل قليل بين اكزيفير مع اعتقد كان فينسنت anyhows مساء الخير على الجميع، مساء الخير اخوي ريو وبطلنا الحبيب طارق اخوي الصغير. بتمنى جميع المشاهدين عم يتمتعوا بهاي البطوله الرائعه بكل المقاييس لحد هلا. يعني الحمد لله رب العالمين 11 نزال، كل نزال احسن من الثاني. بعتقد نزال 12 اليوم ولا 11؟ هسه احنا دخلنا على النزال ال 11 خلصناه 12 الحمد لله رب العالمين. هيك كل نزال مع الثاني عم بتفوق فيه المنافسين من الاثاره، من الفيروشيتي، من المنافسه. على اللي صار على اكزافير بالفايت اللي قبله بعدني بحاول استوعب شو صار، لان انا كنت قاعد هنيك عم بعطيه يعني التذكار المعتادين عليه، وصلت اللي بيفوت اكزافير مع انه هو حكى انه بده يفوت على القفص لانه حابب البطل او الفائز بهاي بالنزال كان راح يكون هو الكونتندر نمبر 1 على الحزام. بس ما توقعت للامانه يصير ما فيها العداوه، يعني وين صارت العداوه بسرعه طارق؟ انت يورو فايتر حلوه بس صدمتنا يا اخي. يعني انا بتطلع لو انا قاعد بالبيت بقول وات از هابينج، كنت بدعايه ولا بفيلم ما حدا بيتوقع يكون هيك. يعني امرار بعد الفوز بيكون الواحد حميان دمه شوي، بده دغري يفوت على ويطلب التايتل. لا شوف بينيسيوس اوليفيرا يعني انا والاسلام خلص للجولات يعني وبعد تعبان يا اخي ما تعب. بعدين للامانه انا برايي المتواضع، انا يعني بعدني بتعلم زي كثير من المشاهدين هي رياضه جديده علي. فينيسيوس اوليفيرا كان في اكثر من مجال ياخذ استسلام من الخصم، ولا انا غلطان؟ قوه التحمل، المقاتل الاخر كان يتحمل ضرب، احنا قاعد نتكلم عليه، تحمل ضرب كثير صراحه بثلاث جولات 15 دقيقه من الضرب المبرح، كان شيء كثير. يعني هذا الشيء هو اللي ميزه للاعب الكازاخستاني بصلابته وقوه تحمله للكمات. تسأل نف تماما صح. بس يستاهل. ما اعرف اذا طبعا الامر عندك، احنا كنا نتمنى ناخذ لنا سكوب اللي هل راح تعطيه القتال على اللقب ولا شو التفكير؟ اوليفيرا انا بعتقد يستاهل، يس ايرند صح. زيفير انا معك صراحه، انتصارين داخل اليو اي اي ووريرز، اثبت نفسه وكان نزال يعني رائع، راح ل3 جولات، كان يعني اثبت حاله على الارض في المصارعه وفي الملاكمه. يعني انا برايي انه جدير. احنا ننسى زيفير علاوي دخل باخر لحظه واخذ النزال وفاز باللقب، فاعتقد بالعكس يكون عنده فرصه ممتازه، خصوصا صار شويه حماس، الناس حمس على اللي صار. لا بس ليك زيفير لما لعب مع جوريس was a good fight. It was a fight. Good fight. جوريس احنا ما فينا يعني مش كان الخصم هو المرشح اللي طبعا ما الخصم اللي الواحد يستهين فيه، بالعكس احنا كان عندنا بطولة عالمية بكل معايير الإثارة والمهارات الفردية. لا ما يعني كانت بطولة وورلد كلاس. أنا عندي قناعة إكزافير بطل العالم، صح، واليو اي ووريرز راح تاخذوا للعالم، صح. أنا بحكي بدون أي يعني بايس. أنا وأنا قاعد راح أقول لك بتشير حقيقة لوجه الله. المفروض تكون يو اي ووريرز where champions are born. I like that. Well, did you see the ad اللي حطيناها؟ شفت الدعاية حطيناها رود تو جلوري ولا ما انت رود تو جلوري؟ حطينا رود تو جلوري وشو قلنا؟ Your dream starts here. صح. مظبوط ولا لا؟ وهذا مظبوط. أنا ما بعتقد هيك بظرف سنتين يو اي ووريرز أعادت إحياء أبو ظبي ووريرز. عملنا 5 بطولات، 4 منهم نجاح كورونا وهي الخامسة.
شهاية الرابع الخمسة نكست ويك يعني انا وضعت خمسة. انا عارف انه خططي لها 5 مدافعين على 5. كلكم انك تجيب دانا وايت وتقعده مع حبيب في مكان واحد كوم ثاني هذا. هلا لا يعني مشان يصلح الفعل ما جبته هو اجى. خذها خليها على السي في سمح الله. احنا جبناها. بس بدي الفت النظر لشغله وحده انه انتم ما حطيتوا الشعار قبل ما تثبتوا بالفعل انه هون الستيج للعالميه. طبعا. بعدين اجى الشعار. طبعا. فهذا العالم ما فينها تجادل ابدا انه يو اي ووريرز هي المنصه اللي بتوصل المقاتلين العرب وغير العرب للعالميه. لا وعندك احسن جي ام، احسن مقاتل، احسن معلق. هذا انا ليك انا فينا اتفق على 2 احسن مقاتل اخوي طارق، احسن واوسم معلق دكتور ريو. لك بتشكركم انا، انتم جزء من الفريق الجميل والحمد لله رب العالمين. من نسخه للاخرى احنا كنا الحمد لله رب العالمين عم بيتطور مثلا تفهمنا لهي الرياضه، امتصاص لمفهوميه او ركائز هاي الرياضه. واحنا مش من الميشنز اللي عندنا بيوي ووريرز ديستريبيوشن. بس اللي افتهمناه من القضيه اول شيء مو بس منظم، انت كنت داخل القفص مقاتل اليوم قبل قليل والان معلق، يعني انت غطيت على كل الاشياء اليوم. احنا بنتعلم منكم يا استاذ رياض، الله يسعدك. بالعكس هاي احنا سعيدين جدا بوجودنا بهاي المنظومه العظيمه بالم سبورتس اللي صارت علامه ناجحه وعلامه فائزه بعالم الرياضه، اهدافنا عالميه. واليوم اللي احنا عم نعمل بيوي ووريرز اللهم هو جزء من الاستراتيجيه اللي احنا وضعناها كاداره، استراتيجيه ترسيخ مكانتنا بالعالم، ترسيخ مكانتنا بالمنظمات الاقليميه بعدين المنظمات العالميه. احنا هدفنا ب 2025 انه نكون من توب 3 ام ام اي اورجنايزيشن. لو حكينا احنا احنا 3 مع بعض من سنه، قلت لكم دانا وايت رح يجي يحضر شو، حدا بيصدق؟ لا ما حدا بيصدق. هذا شيء انا اليوم كنت مع حبيب الصبح، حبيب البطل العالمي اخونا حبيب، وجزء يعني هو هيز بارت اوف ذا شو مع الاي اف سي تاعته. سالني الساعه 5:30 عن جد دانا وايت جاي، شو رايك؟ حبيب نفسه سالني اذا الساعه 5:30 بعده مش مقتنع انه دانا وايت جاي. شوف ما حد ما يقدر ياخذ الاثنين اللي قاعد تسووه انتم، ما حد ما قاعد يقدر يسوي. اي واحد يقدر يقول لك انت تاخذ المنظم احسن منظمه بالعالم تجيبها عندك كمنظمه اقل، يعني مع الاحترام يعني مو قمه الهام، ولكن جبت وجبت مع المقاتل الكل يشيد به التسويق المادي اللي موجود فيه. هذا دليل واضح دائما انه الفعل عم يسبق الحكي دائما في اليو اي ووريرز. الحمد لله الحمد لله. بعدين دانا انا بهمنا ننوه للمشاهدين والمتابعين الكرام، دانا مسار ربساهم، دانا وصل على الارينا من الساعه 7:05 بالضبط. هلا احنا الحمد لله رب العالمين قربنا على الساعه 10 وبعده قاعد. بدنا نكون متبتة بالشو زي ما دليل واضح على النجاح المتكرر لليو اي ووريرز. اليو اي ووريرز دائما عم تعطينا يعني الشيء المميز انه هن دائما عم يتميزوا، عم يرتقوا بالاحداث الرياضيه من حدث الى الثاني، ويعني شيء بيعطي اللاعب العربي واللاعب العالمي يعني اسباب لينما ويتطور. طبعا نرجع للقتال. قاعد نشوف احنا زامورا يرطب بالارض ويدخل الى الجلوتين. قاعد نشوف كافروف يحاول يتحكم في النزال، عم يدافع زامورا بطريقة صحيحة اللي هي انه عم يعلي خصره ويدفع براسه من فوق الاسفل لحتى يقدر يتنفس، ويحاول يطلع من وضعية الجارد وضعية الارتجاز. صراحة يحسب له كمقاتل. السؤال طبعا لفؤاد درويش، الندية نشوفها يعني درجة المتعة ممتازة، بس ما عندنا نزال من جانب واحد، كلها ندية تبدي بطريقة وتنتهي بطريقة ثانية. يحسب لكم انه انتم ارتقيتوا يعني الماتش ميكينج الثقة. يعني صراحة احنا نعرف ابو ظبي وقدرتها على وضع حدث عالمي بكل الانحاء الرياضة، كرة القدم، الطائرة، السباحة، ولكن الندية نشاهد داخل النزالات.
شو اللي خلاكم توصلوا لهالنديه صراحه؟ لا شك هاي البطولة كانت من أصعب بطولات تنظيمية لنا، غير إنه نجاح كورونا، إنه إحنا عندنا 9 مقاتلين الروس أو تابعين لفريق حبيب، وإحنا كنا عارفين إنه أكثر من المقاتلين اللي بهالمرحلة من العمر المهني ما مستعدين يصيروا الفنيين الروحية على المحك قدام دانويت قدام حبيب. فكان عندنا كثير من الشباب اللي احنا كنا بنتمنى يلعب معهم رفضوا يلعب مع فريق دايستاني، ونفس الوقت احنا كمان لازم نعطي بعض الكريدت لاكثر من اوبوننت شفناه ورفض من الفريق دايستاني. يعني ما بنقول والله كل الناس هيكونوا لا، فاحنا كان عندنا صعوبه بجذب المهارات الفنيه اللي ممكن تكون او ممكن تساعدنا على صناعه هيك حدث ويكونوا انه الخصمين متقاربين فنيا على القليله. صحيح. ورح تلاقي بعد الفايتس اللي كانت عليها فيها اثاره كبيره لم يكون اعداد المنافسات متساوي، يعني عندك كان 10 and 12 يعني كوربن 10 وعندك 7 and 3 مثلا، بس it was a good fight overall it was a very good fight. احنا هلا اللي عم نلعب معهم مثلا تشوف هلا عم نلعب عندك معين وعندك والتر 16 3 11 3، يعني في 5 هلا بتقول مش كثير بس 5 من 16 انت حكي تقريبا 100%. صح. كل شيء احنا لعبتنا ارقام، كل التراك ريكورد كله عدد فوز عدد خساره. طيب راح احطك على الورق، احنا نعرف المقاتلين العرب جايين الاسبوع الجاي، كل راح يكون عالمي، هل من الممكن راح يرجع دانا وايت او شخص من اليو اف سي لكي ينضم المقاتلين العرب؟ لان احنا نعرف انتم هدفكم ينتشر من المحليه الى وصل للعالميه. نعم. هل راح ممكن تجيب راح نشوف طارق سليمان راح طبعا راح يترك التعليق راح نرجع في القمر، هل ممكن نشوف دانا وايت يشاهد طارق سليمان يقاتل الاسبوع الجاي؟ هلا انا ما عندي ما فيني احسب انه راح يكون موجود، بس انا باكد لك انه احنا اليوم اثرنا اهتمامه واهتمام فريق عمل، لو ما كانوا موجود معنا شخصيا او حدا من الفريق موجود انا متاكد راح تاخذ، لانه ليك قبل ما يجي لعنا دانا وايت اكثر من مره اشاد الواريورز، اكثر من حديث صحفي لقاء صحفي في دوله الامارات وكان او برا الدوله حكى عن يو انتوا جبتوا المشاهدين قبل ما يجيبوا صح. باي ذا واي مش بس هون تتذكر لما حكينا بشاسي في كان احنا كنا احنا يعني انا بقول احنا كي يو اي واريورز احنا سوينا نزالات قبل ابسولوتلي اول حدث رياضي في العالم بيستضيف حضور. الحمد لله رب العالمين. يعني بقى تيس من الام لانه كان في بتاخذ لك من بلد اذا انت تطلع اليوم على الاستقرار العظيم على الجماهير تلاقيها تقريبا فل المنطقه، ولا انا غلطان؟ يعني هي طبعا فل بالاستيعاب اللي توجب عليها في من اماره ابو ظبي. نعم. وكمان يعني هذا دليل واضح على تقدم اليو اي واريورز من حدث للثاني، ويعني بيعطي طابع كثير كبير مثلا لدينا وايد أهمية يو اي واريورز بالعالم العربي. انتوا لاحظتوا احنا اخشتنا الحديث وما حكينا عن الفايت، فانا بتمنى ما حكينا في كثير اسئله لا في كثير اسئله. الزين بيها شوف يعني من حسن الحظ انه استمرت الجوله الثالثه ولا لو كان ضربه قاضيه كان تماما. عشان هيك انا راح اترككم، شكرا على استضافتي وانا بحاول ارجع لكم قبل ما يخلص النزالات اليوم. برفع طارق شرفنا. طبعا هذا كان لقاء مع المدير التنفيذي لبان سبورتس ويو اي واريورز. نرجع الى النزال، والتر زامورا كان في وضع صعب من معين كافروف. طبعا رياض كان في كثير اسئله بدنا نساله اياها لاستاذ فؤاد نسرقها قبل ما ونسينا نحكي عن انا اتمنى واحد اليو اف سي يجي يشوف المقاتلين العرب ان شاء الله. يعني دائما يعجبنا نوصل المقاتلين العرب الى العالميه. بظن بعد الحدث اليوم اثار اعجاب دانا وايت، واكيد راح يكون انظار دائما متردده على اليو اي واريورز. المهم ما يعصب على اليو اي واريورز ويقول لك يا اخي قاعد يسوون تنظيم احسن من عندنا ويسبقونا، يعني سبقناهم بيوم احنا نفكر فيها قبل بيوم. الحضور مضبوط. نرجع الى احداث النزال، اعذرونا اعزائي المشاهدين كنا شويه اخذنا فسحه من التعليق، ولكن عندنا الجوله الثالثه ونوعدكم راح نوفي ونكفي. المقاتل معين
غافروف بالسروال الأحمر، والمقاتل والتر زامورا بالسروال الأسود والقفازة البيضاء. كان هناك بعض المي، هناك سلام في آخر جولة، وخلي نشوف شو راح يصير. معين يبدي بضربات خطافية، يحاول يصل إلى وجه المقاتل الكوستاريكي زامورا، والتر زامورا. والتر زامورا يتقدم إلى الأمام، ولكن معين هو اللي يرد عليه. كان يحاول ياخذ دبل تيك داون طارق، ولكن استقبل بركبة اللي هو زامورا. يرد عليها معين يرد عليه. معين من طاجكستان. طاجكستان يعتقد بستان، هي بالنهاية بستان، اعتقد حديقة او بستان هي الكلمة معناها اعتقد. وفي اجزم. ضربات خطافية صاعدة من المقاتل الطاجكستاني. معين اخذ ضربتين وهو يتقدم اليمان، يرد عليه والتر زامورا، وموجود بالضبط امامنا ركبه طائره. وعلى فكره هناك جرح تحت عين المقاتل الكوستاريكي اليسرى. انا دائما اقول الجرح تحت العين ما ياثر بشده مثل ما الجرح فوق العين. فوق العين احتمال تدخل الى العين تغطي الوجه، ولكن تحت العين مو مشكله، تنتظر 5 دقائق والطبيعه عالجه. اسقاط من اللاعب الطاجكستاني معين غافروف. الدماء تنزل بغزارة على فكره من المقاتل الكوستاريكي. صح. المشكله اللي هو مو الجرح، لما يقول لك شاف الدماء انغمى عليه، يتغير ضغط الدم لما يكون عندك جرح عميق وتتحرك فيتدفق من عند الدماء بغزاره، فضغطك ينزل شويه في فتره لحد ما يستعيد ضربات القلب، تستعيد طريقه الضخ الى بقيه الجسم، في دوخه شويه بعدين يصير احسن. والتر زامورا في معطي ظهره الى المقاتل معين غافروف بالسروال الاحمر. الجوله الثالثه يا رياض، ونحن وصلنا نص الجوله الثالثه. والحرب سجال على فكره، يعني جوله القاتلين اثنين قاعد يروحون من نفس المهاره، السجلات قريب من بعض، خسرانين فقط 3 مرات اللي راح تخسرها اليوم راح تكون الخساره الرابعه. شوف العين اللي يسرى الدماء تدفق من عندها. قريبا من تحت الحزام. ضربة خلفية. ضربة ممتازة الصاعدة خلت الدماء تتدفق بغزارة من فم المقاتل الكوستاريكي والتر زامورا. الصاعدات ممتازة. تحركات معين غافروف، يعني عم يتحرك شمال يمين لورا لقدام، سلسة عم تكون وعم تساعده بتسديدها كمان. وكمراقب يعني تلاحظ الدماء تتفق من غزارة من زامورا، بتحس انه يعني اكبر. اعتقد اشوف انت خصمك ينزل بغزارة تعطيك شجاعة اكثر. يقول لك التفاعل الهائج، الدم الاحمر، يعني نفس الشيء تعطيك ثقة اكثر. حاولت خنقها عن طريق الجيلتين لكن فشلت. ما صعب تسوي بالجولة الثالثة، راح تضيع وقتك صراحة. لكن بيحاول، خاصة انه بيكون عم يخسر، بده يعطي كل شيء محاولة إصلاح او انهاء المباراة بضربة قاضية. وضعية قسم الاحتجاز من المقاتل معين غافروف من طاجكستان، ياخذ الى وضعيه الاعتداء. اعتقد ما راح يشوف لا لسه قاعد تسمع كبيسه بالبرتغيزي الراس، يقول على الراس يقول اللوحه الكبيسه. معين غافروف ينظر الى المقاتل اكثر من رائع،
يعني وبليك رايس قاعد يقول له في ضربة ركبة، يعني اعتقد هذا الاسقاط الممتاز. معين قاعد ياكد فوزه بهذا النزال. وخلي نشوف مباراة جميلة، احترام بين اللاعبين. 30-27 29-28. ننتظر النتيجة الرسمية بصوت سايرس فيز. And ladies and gentlemen, after 3 hard-fought rounds, we go to the judges' scorecard for their decision. All 3 judges scored the same, 30-27, for your winner by unanimous decision. From the red corner, Muin Tajik Gafura. مثل ما قلنا معين غافروف بالركن الأحمر فاز بالجولات الثلاثة عن طريق إجماع الحكام. طبعا لاحظنا النتيجة في الجولة الثالثة والأخيرة وسيطرة شبه الكاملة، كان عنده صولات وجولات في الجولة الأولى والثانية، يمكن أقرب جولة كانت الجولة الأولى كبداية. محلل الروح الرياضية is Fuad Tarlas from UAE Warriors.